من داخل مطعم ابو ميزار الاصلي. تعالوا نشوف عبده مجهز لنا ايه. صباح جميل يا عبده. صباح الفل يا عم احمد على الناس الحلوه اللي هتسمعنا النهارده. النهارده معانا كاليماري محشي بخلطه ايه؟ الكاليماري الاول بتعمله ازاي؟ الاول بتنضفه ازاي؟ اول حاجه بنمسك الكاليماريه كده ماشي، وتحت الميه اه بتشيل الحفر تمام، وتشيل الدماغ والمنقار كده تمام كده. وهي عباره عن قشره صغيره جدا في الكاليماريه بالظبط كده. على ايدي كده. دي كده ادي يا جماعه الدماغ بالشراشيب بتاعتها. القشره بتنضف الكاليماري من القشره اللي بتاعته، وفي غشاء رفيع جدا اللي هو الصدفه بتاعتها. ادي كده اتنضفت من بره ومن جوه، وشلت الباغه بتاعتها. تمام. اهي يا جماعه الباغه اهي. هنغسلها كويس ونبدا نحشيها بخلطه المحشي يا جماعه العاديه. وفي برضه اللي يطلب مثلا ايه فيها جمبري فيها فيها صوبيا. بالظبط. يعني انت حضرتك ممكن تتحشي اهي يا جماعه نضيفه زي الفل. وراني ايوه كده يا جماعه اهي. هنبدا نحشيها بسم الله. ايوه يا عم احمد الله ينور. تلتينها بس يا عبد عشان بتزيد. يا دوب يعني شوف انا برضه ايه هحشيها ايه ماشي. طبقها كده ونحط الشراشيب على الوش يا دوب زي ما كده. كده الرز بيزيد، ونزينها بالشراشيب بتاعتها يا جماعه. نقفلها بالدماغ برضه، خساره ان هي تترمي برضه. تمام تستوي 100%. تمام. وهنبدا يا جماعه نسقطهم في الميه. الميه هتبقى عباره عن ميه بطماطم بشويه بهارات، التتبيله بتاعتها التتبيله اللي ونبدا نحطها. وهي مجرد ما تتحط يا جماعه هتقفل البوز بتاعها. صح يا عبده؟ بالظبط. الكميه دي كلها. في بقى اللي بعوزها طاجن بالصلصه، في بقى اللي بعوزها مثلا متحمره بس. يعني يا جماعه بعد ما بتطلع بنحطها في الصوص ريد صوص وندخلها الفرن، مش كده يا عبده؟ بالظبط. او يحمرها وياكلها. وبتتعمل وايت صوص حبيب قلبي. بتحشي بندق وجمبري معاك على طول على الخط. والله بكلمك جد. ماشي. واسمه سهر ليل. حاضر. دي هتقعد قد ايه؟ باذن الله من تلت ساعه لنص ساعه. نص ساعه. ليه بقى؟ ان هي كرمال سوى الرز. لا بلدي. ان حاجه بلدي انها تستوي بسرعه. طيب كده تمام. نضج الكاليماري. والكاليماري كده يا يخش طاجن ريد صوص او هيتحمر. ودلوقتي هوريكم شكل والرز والكاليماري لما اتحمرت. بعد ما اتحمرت الكاليماري وهنشوف الرز شكله ايه من جوه. حاجه زي المحشي البتنجان، بس هنا الخلطة بتاخد طعم الكاليماري. الله ينور. بصحة وعافية على اللي يطلب محشي كاليماري مقلي.